السلام عليكم ورحمة الله حبايبي أبطال سينيور 3. بإذن الله النهاردة بدأنا في آخر شابتر مع بعض اللي هو شابتر أورجانيك كيمستري. طبعا أنا عارف إن سمعة الشابتر ده مش أحسن حاجة وحضرتك عمال تسمع عنه بلاوي، بس بجد والله أحسن شابتر ممكن حضرتك تتعامل معاه، أحسن من 1 و2 و3 و4، لان الموضوع فيه لذيذ وبنسبه كبيره قوي هو مش معتمد على حاجات قديمه قد كده، هو يا دوب بس حاجات بسيطه قوي قديمه وحاجات سهله جدا ان انا اقولها لك وسهل جدا ان انت تفهمها معايا. اما هو معتمد مع حضرتك من الصفر تماما، بادئ معاك من الف ب حرفيا. هو بادئ معاك ان هو بيقول لك واحد يعني ايه، اتنين يعني ايه، تلاته يعني ايه. فالشابتر ده لذيذ جدا. الشابتر ده نص امتحان حضرتك بتاع الكيمستري. الشابتر ده تقريبا 10% من مجموعك التوتال. يعني احنا بنتكلم على كمية كبيرة قوي من الدرجات، حرام ان هي تضيع منك، حرام ان انت توقعها. شابتر لوحده يقدر ينجحك ويسقطك في الكيمستري، شابتر لوحده ب10% من مجموعك التوتال، وانت عارف كويس قوي ان ال1% بتودي وبتجيب وبتعمل شقلباظات يعني. فبالله عليك من اولها ناخدها برجوله، ناخدها بجدعنه. حضرتك دلوقتي معاك الباكج بتاع الاورجانيك كامل في كل حاجه. الغلطات اللي حضرتك بتقع فيها المفروض تعمل فيها ايه، تكتب الغلطه اللي انت بتقع فيها كتير وتكتب تصحيحها عشان تعرف تراجع اول باول والدنيا معاك تبقى تمام وكل حاجه واضحه. مش مطلوب من حضرتك غير ان انت تكتب ورايا الحاجات اللي انا بقولها لك كده، يعني اللي هو المفروض تعمل 1 2 3، تكتب 1 2 3 دي لنفسك. تذاكر الشابتر اول باول، ما ينفعش فيه تراكم، ما ينفعش حضرتك تراكم ولا كلمه في الشابتر ده، لان انت لو راكمت هتزعل. فليه من الاول خلينا حلوين مع بعض. شابتر باذن الله هياخد معانا 13 اسبوع، 13 حصه، فان شاء الله الدنيا بتاعته تبقى لذيذه تبقى بسيطه. مشكلته ان هو طويل وما ينفعش توقع فيه اي حاجه من النص. صلي على النبي كده. نبدا بالانترودكشن بتاعتنا، نبدا نفهم احنا داخلين على ايه اصلا في الحصه بتاعت النهارده، ومن المره الجايه كل حاجه هتبدا توضح معانا والدنيا هتبقى لذيذه. ويلا بينا. اول حاجه موجوده معايا، الراجل بدا يتكلم معاك عن التاريخ بتاع الاورجانيك كيمستري، وبدا ان هو يقول لك ان الاورجانيك كيمستري اللي موجوده دي هي تقريبا كانت عباره عن المواد اللي بتخرج من الانيمال والبلانت. يعني هي مواد لغايه دلوقتي في التاريخ لما بدانا نتكلم عن الاورجانيك كيمستري هي مجرد مواد ما ينفعش ان هي تتحضر في المعمل، هي مجرد مواد بتخرج من النباتات او بتخرج من الانسان. زي بالظبط كده حضرتك اكيد تسمع عن دواء اسمه دواء الجوافه. طب هو دواء الجوافه ده بيبقى عباره عن ايه اصلا؟ استخلاص من ورق النبات بتاع الجوافه او اشجار الجوافه اللي موجوده دي، وبيبدا ان هو يعمل لك بيه دواء. فالدواء ده او الاورجانيك او الماده الفعاله اللي بتعالج حضرتك من الكحه هي جايه منين؟ والله يا مستر هي جايه من بلانت معين، جايه من نبات معين. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش احضرها في المعمل، انا بستخلصها من نبات. طب يبقى الاورجانيك سبستانس اللي احنا بنتكلم عليها زمان كانوا بيقولوا ان هي ما ينفعش تخرج غير من انيمال او بلانت او انسان عادي جدا، لان احنا عارفين ان الانيمال اصلا زيه زي الانسان. طيب زي مين بقى؟ قال الفات والاويل والخل والشوجر والبرفانات والحاجات دي كلها. الكلام ده كله كان زمان، يعني لغايه دلوقتي في الوقت اللي انا واقف بكلمك فيه في التاريخ بتاع الاورجانيك ما كانتش ينفع ان هي تتحضر في المعامل، كانت بتخرج من حاجات طبيعيه. طب بعد كده قال لك ان المصريين القدماء اللي حيروا العالم في التحنيط، في المونيفيكيشن اللي هو التحنيط، كان بالنسبه لي معتمد على الاورجانيك. ايه ده؟ يعني هم بالنسبه لهم زمان كانت عمليه التحنيط معتمده على مواد اورجانيك؟ والمواد الاورجانيك دي كانت بتخرج من نباتات وحيوانات برضو؟ ايوه. طب وبيقول لك ان انا بالنسبه لي هم ما استخدموهاش في كده بس، دول استخدموها في الادويه واستخدموها في البينتنج واستخدموها في حاجات كتيره قوي، بس اهم استخدام ليهم كان مين؟ مونيفيكيشن اللي هو التحنيط، ده كان اهم استخدام ليهم. طيب صلي على النبي بقى، قول عليه الصلاه والسلام. في الاول خالص سنه 1806 تمام، جه عالم اسمه بريزيليوس. طب بريزيليوس ده قال لك ايه؟ قال لك والله الاورجانيك او عموما المواد الكيميائيه هتتقسم معايا لكام حاجه؟ حاجتين. يبقى اي حاجه في الكيمستري هتتقسم معايا لكام حاجه؟ حاجتين، حاجه اورجانيك وحاجه انورجانيك. طب بالنسبه للحاجه الاورجانيك اللي موجوده معانا اللي احنا هنبدا نتكلم عليها، فهو قال لك ان دي مستحيل يا باشا تتحضر في المعمل.
يعني ايه؟ يعني دي بيحصل لها اكستراكتد او بتستخرج من النباتات والانيمال والانسان والحاجات دي كلها، انما انا احضر حاجه منهم في المعمل ده مستحيل. اما بقى بالنسبه للانورجانيك فده اللي ممكن احضره من اي حاجه، او ده بالنسبه لي اللي بيطلع من المينرال. حلو، يعني ده اللي ممكن يبقى موجود في الايرث كراست، ممكن يبقى موجود في الارض زي الصوديوم بوتاسيوم، الحاجات دي كلها وارد ان هي تبقى موجوده في الارض مش في حاجات حيه. اما بالنسبه للاورجانيك فلازم تبقى موجوده في حاجات حيه. بعد كده قال لي الاورجانيك كيمستري branch of science that study compound which derived from carbon and most of them are from organic organ. يعني ايه؟ اي اورجانيك كومباوند موجود مع حضرتك لازم يكون فيه كربون. يعني ايه؟ يعني الاورجانيك كيمستري اصلا اسمها التاني الكربون كيمستري. ايه ده بجد والله؟ والله. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مفيش اي اورجانيك كومباوند من غير كربون. بجد والله. ولا اورجانيك كومباوند موجود مع حضرتك من غير كربون. الكربون مكون او اليمنت اساسي لازم يكون موجود في اي اورجانيك كومباوند. طب هل شرط هيدروجين؟ مش شرط، بس بنسبه كبيره بيبقى فيه هيدروجين. بس شرط يبقى فيه هيدروجين؟ لا، وهتعدي علينا واحنا شغالين. زي مثلا هتقابل كومباوند اسمه كربون تترا كلورايد، ادي الكومباوند ده اورجانيك، فيه هيدروجين يا عم؟ لا، بس هو اورجانيك، بس لازم يكون فيه ايه؟ كربون. طب حلو. وقال لك ان زي ما اتفقنا الحاجات دي ما ينفعش ان انا اخرجها غير من كائنات حيه، نباتات، انسان، حيوان. ده بالنسبه لكلام بريزيليوس. فجاء بريزيليوس بدا ان هو يحط لك سيري معينه اسمها الفيتال فورس سيري، ودي بالنسبه لي كان مين اللي عاملها؟ عالم اسمه بريزيليوس. طب بريزيليوس قال لك ايه؟ مستحيل احضر اي حاجه اورجانيك في المعامل اهو. يبقى ده الوقت لما جينا اتكلمنا قال لك الاورجانيك كومباوند ار فورمد انسايد سيل اور او of the living organism by vital force and can be ايه بقى؟ prepared in lab. صعب قوي او مستحيل ان انت تحضرها جوه المعمل. دي نظريه الفيتال فورس ثيوري. كلام مين؟ كلام عمة بريزيليوس. بريزيليوس قال لك ايه؟ مستحيل 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 تحضر اي اورجانيك كومباوند جوه المعمل. طب يا عم هو الكلام ده صح؟ يا عم احنا اتفقنا من الاول احنا بنتكلم على تاريخ الاورجانيك كيمستري، يعني انا جاي لك من زمان، يعني انا بحكي لك على عالم من 1806 وهو بادئ يتكلم معاك في الكلام ده، يعني الكلام ده من زمان قوي. زي ما حضرتك اخدت في سينيور 2 الاتوميك ستراكشر بدات بايه؟ بدات بديمقراطس وكذا 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 لغايه ما وصلنا للحاله اللي احنا فيها. اما بالنسبه لزمان كلام بريزيليوس قال لك مستحيل احضر اي اورجانيك كومباوند جوه معمل. عايز اورجانيك كومباوند؟ هات حيوان اقتله خرج منه الحاجات اللي جواه، هات بلانت وطلع منه المواد اللي جواه الاورجانيك، هات انسان خلص عليه وطلع منه المواد الاورجانيك اللي جواه. اما ان انا اعملها جوه معمل فده مستحيل. لغايه بعديها ب 22 سنه 1828 بدأ عالم تاني ألماني اسمه فوهلر. طب فوهلر ده بدأ ان هو يكلمك عن ايه؟ قال لك بص، بريزيليوس ده كان عالم كبارة، راجل محترم وراجل زي الفل، وبريزيليوس قال لك انا مستحيل احضر اي اورجانيك كومباوند جوه معمل. لغايه ما جه فوهلر اللي موجود معايا وقال له بص بقى، بالنسبه للفيتال فورسز الفيتال فورس بتاعتك اللي انت بتتكلم عليها دي، فدي بالنسبه لي انا مش هعتمدها. ازاي يا عم مش هتعتمدها؟ قال لك انا هقدر احضر اورجانيك كومباوند جوه معمل. قال له ازاي؟ مش هتعرف. وبدا النقاش يسوق بينهم هما الاثنين، بقى بريزيليوس يقول له مش هتقدر وفولر يقول له هقدر، ده يقول له مش هتقدر وده يقول له هقدر، لغايه ما جه في يوم من الايام اللي هو سنه 1828 وفولر قدر ان هو يعمل المستحيل، وراح طالع من المعمل جايب بريزيليوس من ايده كده وقال له تعالى ايه رايك؟ طبعا بريزيليوس وهو داخل في ريحه معفنه، في ريحه مش حلوه، فاللي هو ايه يا عم فوهلر اللي انت بتعمله ده؟ هو مش المفروض ان احنا دلوقتي واحنا بنتكلم اصلا انت راجل محترم وعالم محترم والدنيا تمام والدنيا زي الفل وواقف جوه معمل كبير واحنا ناس علماء، عيب اللي انت عامله. ايه الريحه دي طالعه منين؟ اصل انت مش فاهم، فوهلر لما جه حضر فهو مش حضر اي حاجه، لا دي اول ماده يحضرها كانت ماده اليوريا.
وطبعا من هنا حضرتك فاهم كويس قوي بريزيليوس لما دخل جوه المعمل شم ايه، وفاهم كويس قوي هو ليه قال لفوهلر عيب انت راجل كبير، عيب اللي انت بتعمله ده. تمام. فانا بالنسبه لي بريزيليوس كان رافض او كان بيقول مستحيل ان اي اورجانيك كومباوند يتحضر جوه معمل. جه فوهلر وبدا ان هو يكسر المستحيل، وفوهلر قدر ان هو يحضر اورجانيك كومباوند جوه المعمل. ومين الاورجانيك كومباوند اللي حضره؟ كان اليوريا. فبريزيليوس اول ما دخل قال له يا عم ايه الريحه دي؟ قال له استنى بس، الريحه دي مش انا اللي عاملها، دي الريحه دي انا مصنعها. قال له ازاي؟ هي مش اليوريا دي اورجانيك كومباوند وبتبقى موجوده جوه البول بتاع الثدييات؟ قال له اه. قال له يعني انت عاملها في اي حته على جنب؟ قال له لا. قال له انا محضرها جوه التيوب دي او جوه البيكر ده، انا قدرت ان انا احضر اليوريا اللي هي اورجانيك كومباوند من مواد انورجانيك من غير ما الجا ان انا اخرجها من اي كائن حي. فانا بالنسبه لي فوهلر قدر ان هو يحضر مين؟ اليوريا. ومن هنا انا هروح مديك مفاجاه انت مش هتصدقها. اليوريا اللي موجوده دي خلي بالك الفيزيكال ستيت بتاعتها سوليد. هتقول لي احي يا نهار اسود، سوليد ازاي يعني؟ يعني ايه يعني سوليد؟ يعني فهمني كده. دي سوليد؟ اه. يا نهار اسود عليا، ده انت كده بعد كده تخش الحمام تقعد تلطم. لا يا حبيبي، ما بص، اليوريا مواد سوليد صح؟ المواد السوليد دي بتبقى دايبه في الميه او دايبه في الليكويد اللي جوه جسم حضرتك، فبتنزل على شكل ان هي ليكويد، اما اصلها سوليد. فلما انا اجي اكتبها كايكويشن خلي بالك اليوريا ماده سوليد. اليوريا ماده ايه؟ سوليد. قلت له تمام. اليوريا organic compound which is found in the urine of mammals او جوه الثدييات. البول بتاع الثدييات بيبقى موجود فيه ماده اليوريا. مين اللي حضرها؟ فوهلر. مين اللي حضرها؟ فوهلر. كسر كلام مين؟ بريزيليوس. كسر مين؟ الفيتال فورس ثيوري اللي كان مين عاملها؟ بريزيليوس. طيب واحده واحده بقى. قال له طب انت عملت كده ازاي؟ قال له هقول لك. مش انت سالتني ازاي؟ انا هقول لك ازاي. قال له اول حاجه انا بدات ان انا اعملها ان انا اجيب امونيوم كلورايد وافعله مع سيلفر سيانيد. ما هو الماده دي يا عم انورجانيك والماده دي يا عم انورجانيك. قال له صح. راح جايب مين بقى؟ اهو جاب الامونيوم كلورايد وجاب السيلفر سيانيد وراح حاططهم على بعض. بدأ ان انت يطلع معاك سيلفر كلورايد، واوعى تنسى ان الراجل ده وايت برسبتيت، واوعى تنسى ان الراجل ده لما كان بيتعرض لللايت كان بيتحول للون الفايلوت، واوعى تنسى ان الراجل ده كان بيدوب في الامونيا. الكلام ده منين؟ من شابتر 2. وطلع معايا برضو امونيوم سيانيد. يبقى انا جبت امونيوم كلورايد مع سيلفر سيانيد، طلع لي سيلفر كلورايد مع امونيوم سيانيد. حلو. بريزيليوس قعد يضحك ليه؟ عشان دلوقتي اليوريا ما طلعتش، ادي ماده انورجانيك وادي ماده انورجانيك. يبقى اول ايكويشن موجوده معايا انورجانيك طلع انورجانيك. ففين الاورجانيك اللي انت بتقوله؟ انا كلامي صح. بريزيليوس بيقول له دلوقتي انا كلامي صح، المواد الاورجانيك ما ينفعش تحضر في المعمل. قال له طب اتقل على نفسك بس، اهدى كده تاخد حاجه نظيفه. قال له تمام. قال له انا هاخد الامونيوم سيانيت اللي موجوده وهبدا ان انا اعمل لها هيتنج واسخنها شويه. راحت مطلعه لك ماده مين؟ اليوريا. راحت مطلعه لك مين؟ اليوريا. طب اليوريا بالمنظر اللي انت شايفه ده خلي بالك، لان في فورمولا احنا هنتكلم عليها اسمها الاستراكشر فورمولا. دي بتتكتب ازاي؟ هتلاقي الان اهي عامله 2 بوند مع هيدروجين ومع هيدروجين، ماسكه في كربون عامله دبل بوند مع او، ماسكه في ان، ومن هنا اتش ومن هنا اتش. هي دي برضو اليوريا. الشكل ده اليوريا والشكل ده برضو ايه؟ يوريا. بس هنا البوند باينه اكتر. هنا انت فاهم البوند عامله ازاي. هنا انت فاهم ان الكربون ماسك في اكسجين بدبل بوند وماسك في نيتروجين بسنجل وماسك في نيتروجين بسنجل، وكل نيتروجين موجوده معاك ماسكه في 2 هيدروجين بسنجل بوند. اول ما حضر اليوريا من هنا بريزيليوس وشه احمر واخضر واصفر وازرق، وراح واخد بعضه وطالع بره المعمل وقال لك يا عم
بلاها مجال، بلاها علم. ده عيل صغير اسمه فوهلر قدر ان هو يكسر السيري بتاعتي اللي موجوده، وقدر ان هو من مواد انورجانيك يحضر ماده اورجانيك اللي هي اليوريا. وتاني هقول لك اليوريا دي موجوده في السوليد ستيت، ومش معنى ان هي سوليد ستيت ان حضرتك تقلق على نفسك، لا، هي بتبقى دايبه في الليكويد اللي جوه جسم حضرتك، فبتطلع لك على شكل ليكويد عادي جدا. اما اصلها هي ايه؟ سوليد، جوه جسمك بتتحضر على شكلها ايه؟ السوليد. طب تمام، يبقى انا كده بالنسبه لي سريعا اول حاجه بريزيليوس بدا ان هو يتكلم معاك وحط لك الفيتال فورس ثيوري، وقال لك مستحيل ان انا احضر اي اورجانيك كومباوند جوه معمل. راح جاي فوهلر قال له الكلام ده كله عند خالتك، ما عنديش المعلومات دي كلها، الكلام ده كله غلط. وراح جايب 2 انورجانيك جوه المعمل، وقدر ان هو يحضر بيهم الامونيوم سيانيت اللي لما سخنه طلع له اليوريا وطلع له الاورجانيك كومباوند. فانا بالنسبه لي دلوقتي بريزيليوس كان عالم جليل ليه قدره، جه فوهلر داس على وشه، جه فوهلر اداله قلمين فوقه، خلاه يبطل يفكر تاني، خلاه يبطل يشتغل تاني. يبقى فوهلر هو اول عالم معانا بدا ان هو يقول لك ان الاورجانيك كومباوند هتتحضر جوه معمل، الاورجانيك كومباوند هقدر اشتغل بيها جوه المعامل، الاورجانيك كومباوند اقدر احولها من حاله لحاله واشتغل بيها والدنيا تبقى زي الفل. فوهلر هو السبب ان احنا هنشتغل 13 اسبوع في الاورجانيك، فوهلر هو السبب ان احنا هنفضل 13 حصه بنتكلم عن الاورجانيك كيمستري ورياكشنات الاورجانيك كيمستري. اما على كلام بريزيليوس فالموضوع كان منتهي، كنت باخد من ماده او من اي حاجه حيه اطلع منها ماده معينه وخلصنا، حاجه حيه اطلع منها ماده معينه وخلصنا. اما فوهلر قلب الكلام ده كله، عكس الكلام ده كله، قلب الترابيزه وقال له ايه؟ قال له اديني حضرته. طب بعد كده بقى لما بدأنا ان احنا نتكلم دلوقتي، طبعا العلماء خلاص بدأت ان هي تحضر اورجانيك كومباوند دي كتيرة جدا، سواء للدراجز والدايز والديترجنت والبلاستيك، فيرتلايزر، انسكتسايدز، الحاجات دي كلها بدأت ان هي تتحضر من مواد انورجانيك عادي جدا. فالعلماء حضروا كمية مواد اورجانيك ضخمة بعد كلام فوهلر. ففوهلر هو اللي ليه السبب الرئيسي وهو اللي ليه الفضل علينا ان احنا نقدر نحضر الحاجات دي. طبعا حضرتك دلوقتي قاعد بتدعي عليه يخرب بيت امك، ان شاء الله عنك ما كنت عملتها ولا اكتشفتها ولا عرفتها، انا هقعد 13 حصه ادرس بسببك. شوف الدنيا ماشي. طب the modern concept of organic compound, the organic material has become known on the basis of its structure. يعني ايه؟ دلوقتي بقى معروف على اساس الاستراكشر فورمولا بتاعته. يعني ايه؟ يعني بص، زمان لما الناس كانت بادئه ان هي تعمل كلاسيفيكيشن للاورجانيك كان في حوار كده اللي هو ايه؟ والله المواد دي بتطلع من نباتات، المواد دي بتطلع من انسان، المواد دي ليها لون معين، المواد دي ليها ريحه معينه، المواد دي ليها مش عارف ايه، فكنا بنرتبها بالمنظر ده. دلوقتي بدا الترتيب بتاع الاورجانيك كومباوند يختلف معانا، وبدا ان هو يبقى معتمد على الاستراكشر فورمولا. ليه؟ بسبب ان هو بدا ان هو يزيد قوي، المركبات بدات ان هي تزيد جدا، وبعد شويه هتعرف ان النسبه بين الاورجانيك كومباوند للانورجانيك كومباوند 20 ل1. يعني الاورجانيك كومباوند اكتر من انورجانيك او اكتر من الانورجانيك كومباوند ب 20 مره، رقم مهول طبعا. طيب بيقول لي most of the ايه بقى؟ organic compounds that prepared in the lab are not necessarily found in the body. مش شرط ان هي تبقى موجوده جوه جسم الانسان، مش شرط ان هي تبقى موجوده جوه جسم كائن حي، مش شرط الحاجات دي كلها، تمام؟ وزي ما اتفقنا من الاول خالص ان الاورجانيك كيمستري كولد ايه، او اسمها التاني ايه؟ كربون كيمستري، لان لازم اي اورجانيك كومباوند يكون فيه كربون. الكربون اسينشال اليمنت ان اورجانيك كومباوند. لو انت لقيت كومباوند ما فيهوش كربون يبقى مش اورجانيك، ما تفكرش فيه اصلا ان هو ايه؟ اورجانيك. طب زي ما اتفقنا بقى اهو، مفيش ولا اورجانيك كومباوند ما فيهوش كربون، كل اورجانيك كومباوند لازم يكون فيه كربون. طب هل معنى كده ان انا اول ما المح الكربون اقول لك ده اورجانيك؟ لا، ما هو الكربون ده يقدر يعمل لحضرتك اورجانيك كومباوند، والكربون ده يقدر يعمل لحضرتك انورجانيك كومباوند. طب هي الفكرة في ايه؟ اي اورجانيك فيه كربون، ومش اي كربون يتقال عليه اورجانيك.
اي اورجانيك لازم يكون فيه كربون، ومش اي كومباوند فيه كربون يتقال لك عليه ان هو ايه اورجانيك. طيب اهو every organic compound contain carbon، حلو. and not every compound containing carbon become organic، مش اي كومباوند فيه كربون يتقال عليه ان هو اورجانيك، بس اي اورجانيك لازم يكون فيه ايه كربون، عشان كده اسمها الكربون كيمستري. طب الانورجانيك كومباوند اللي فيها كربون زي مين؟ سيانايد، كربون دايوكسيد، تمام كده، الكربونات، الثيوسيانات، السيانات، والكربون مونوكسيد، والبيكربونات، كل دول فيهم كربون. بس هل دول اورجانيك؟ لا، ده كل دول يا عم ايه انورجانيك، بس فيهم كربون بس هما انورجانيك، يبقى ده انورجانيك. سيانايد انورجانيك، طب كربون دايوكسيد انورجانيك، كربونات انورجانيك، ثيوسيانات انورجانيك، سيانات انورجانيك، كربون مونوكسيد انورجانيك، والبيكربونات برضو انورجانيك بالرغم ان فيهم كربون، تمام كده. عشان كده قلت لك ايه، اي اورجانيك كومباوند لازم يكون فيه كربون، ومش اي كربون بيعمل لك اورجانيك كومباوند، الكربون عنده القدره ان هو يعمل لك اورجانيك وان هو يعمل لك ايه انورجانيك. طيب number of organic compound exceed 10 مليون كومباوند، ايه عندك 10 مليون كومباوند من الاورجانيك. وعلى فكره ال10 مليون دول كانوا ايام ما المنهج ده اتحط، زادوا دلوقتي بجد والله والله زادوا كتير قوي، تمام. بس على منهجنا 10 مليون كومباوند and increasing daily inorganic compound don't exceed half مليون. استنى، الاورجانيك اكتر من 10 مليون والانورجانيك تقريبا نص مليون او اقل. يعني انا من ساعه ما بدات اخد ساينس من رابعه ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي لغايه شابتر 4 اللي فات، احنا كل ده بنتكلم على نص مليون كومباوند. والاورجانيك اللي انا داخل عليها 10 مليون كومباوند. يا نهار اسود، ازاي يعني مستر؟ انت مدرك انت بتقول ايه؟ انا من رابعه ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي شابتر 4 اللي فات ده اللي احنا لسه مخلصينه، انا كل ده متداس على وشي في نص مليون كومباوند. وانا داخل دلوقتي على شابتر فيه 10 مليون كومباوند. ايوه، يا نهار اسود. حضرتك بقى دلوقتي تروح قافل الكتاب وتقول لي بلا اورجانيك، بلا 10%، بلا نص الامتحان، بلا الكلام ده كله. حبيبي الاورجانيك كومباوند التعامل معاها اسهل بكتير قوي من الانورجانيك. الانورجانيك انت بتقعد تحفظ وتعمل وتخلي وتسوي، اما الاورجانيك كومباوند انت ممكن بمعلومه واحده تبقى عرفت لك 100 كومباوند، معلومه واحده بس، تمام كده. ففي فرق كبير والتعامل معاها اسهل. عشان كده الراجل بيقول لك ان النسبه بين الاورجانيك والانورجانيك تقريبا 20:1. ليه؟ ما انا معايا اهو 10 مليون 10 مليون اهم لكام؟ ل 500,000 اللي هم نص مليون. فلو انت جيت تعمل دول ابروكسيميت عشان تجيب الريشيو هتطلع معاك كام؟ 20:1. تطلع معاك كام؟ 20:1. يبقى النسبه بين الاورجانيك كومباوند للانورجانيك كومباوند 20:1. طب تمام. انا عايز اعرف بقى ايه الفرق بين الاورجانيك والانورجانيك؟ طب ما احنا طول حياتنا بنتكلم على الانورجانيك، ايه الجديد في الاورجانيك؟ تعالى بقى انا اقول لك الاورجانيك بيتميز بايه. اول حاجه حضرتك لازم تبقى عارفها، الاورجانيك ما بيدوبش في الميه. ايه ده؟ بجد والله الاورجانيك محتاج اورجانيك سولفنت. ايه ده؟ ازاي؟ بص، المفروض ان حضرتك كنت واخد الكلام ده السنه اللي فاتت. هل انا اعرف الكلام ده السنه اللي فاتت؟ مستحيل. بلا تقول لي السنه اللي فاتت، بلا تقول لي السنه اللي قبليها، بلا الكلام ده كله. صلي على النبي. كان المفروض بيتقال لك ان احنا عندنا حاجات ممكن تدوب في الميه وحاجات لا. ايه الميه دي يا عم؟ الميه دي والله اللي هي H2O. طب من هنا انا استفدت ايه؟ حضرتك استفدت او انت كنت عارف ان الميه دي بولر سولفنت. طيب البولر سولفنت اللي موجود ده كان بيقدر ان هو يدوب لحضرتك حاجات معينه وحاجات لا. طب هي الفكره في ايه؟ او يعني ايه اصلا بولر؟ بص، انت كان عندك السنه اللي فاتت لما اخدت التايب اوف بوند كان عندي اهو التايب
اوف بوند كان فيها حاجات ايونيك بوند وكان عندي كوفيلنت بوند. مستار ما كان فيه كوردينيشن، كان فيه ميتاليك، وكان فيه هيدروجين، مش هيهمني انا، دول اللي يهموني انا. اللي يهمني دلوقتي التايب اوف بوند اللي انا كاتبهم، اللي هو الايونيك والكوفيلنت. طب هل الكوفيلنت كان بيقف على كده؟ لا، الكوفيلنت كان فيه منه 3 انواع. كان فيه منه البيور كوفيلنت، وكان فيه منه النون بولر، وكان فيه منه البولر. عشان كده الميه بيتقال عليها بولر. طب انا افرق بينهم ازاي؟ بص، البيور كان بيقول لك ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بزيرو. الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بكام؟ بزيرو. طب النون بولر كان من اكتر من زيرو لغايه 0.4. اما البولر اللي موجود معايا زي ما اتفقنا بقى من 0.5 لغايه تقريبا 1.7 او اقل من 1.7 اللي هي 1.6. طب الكوفيلنت دي كانت بتتعمل ازاي؟ الكوفيلنت بوند طبيعي انت عارف اللي هو عن طريق 2 نون ميتال يعملوا شيرنج مع بعض. طب ايه الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ده؟ كل اليمنت موجود عند حضرتك عنده حاجه اسمها الكترونيجاتيفيتي. طب هي ايه اصلا الالكترونيجاتيفيتي دي؟ الابيليتي تو اتراكت الالكترون ان بوند. يعني لو انا جيت قلت لك H2، طب ما دي عباره عن H مع H، فده عنده نفس الرقم بتاع ده، فلو عملتهم ماينس لبعض هيطلع بكام؟ بزيرو. طب Br2 ادي Br مع Br، لو جيت عملتهم ماينس لبعض هيطلع بزيرو. طب النون بولر كان الاكزامبل اللي موجود عند حضرتك الكربون مع الهيدروجين، ده كان اكبر اكزامبل موجود مع حضرتك. طب البولر كان اعلى اكزامبل الاو مع الاتش، عشان الفرق في الالكترونيجاتيفيتي كبير قوي بينهم هما الاثنين. الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين قليله وبتاعت الاكسجين كبيره. طب والايونيك، الايونيك ده كان معروف ان هو ميتال مع نون ميتال. بص بقى، سيبك من كل ده وركز معايا في حاجه. طب ايه هي الحاجه اللي انا هقولها؟ بص يا حبيبي، الايونيك عنده تشارج، عنده بوزيتيف وعنده نيجاتيف. طب والبولر عنده تشارج، عنده بارشري نيجاتيف وعنده بارشري بوزيتيف. حلو. الحاجات اللي فيها تشارج بتدوب مع بعض، والحاجات اللي ما فيهاش تشارج بتدوب مع بعض. يعني البيور والنون بولر بيحبوا بعض، البيور والنون بولر بيحبوا بعض. طب والبولر بيحب نفسه طبعا، ما هو البيور بيحب النون بولر وبيحب نفسه، والنون بولر بيحب البيور وبيحب نفسه. البولر بيحب نفسه وبيحب الايونيك، الايونيك بتحب نفسها وتحب البولر. فلو انا جيت بصيت معاك هنا هقول لك الميه دي ايه؟ بولر سولفنت. طب هي بتحب مين؟ هتقول لي بتحب حاجتين طالما هي بولر. اي حاجه بتحب نفسها، صح؟ يعني ايه بتحب نفسها؟ يعني بتحب البولر اللي زيها، صح؟ وبتحب الايونيك. ماشي، يبقى هنا اهو بتحب الايونيك والبولر. يبقى تاني، الحاجة بتحب نفسها وتحب اللي شبهها. البولر عنده تشارج فبيحب نفسه ويحب الايونيك اللي عنده تشارج. طب والبولر ما بيحبش اللي عكسه، يبقى بيكره مين؟ البيور والنون بولر. بيكره البيور والنون بولر. طب انا استفدت من هنا ايه؟ حضرتك استفدت حاجه مهمه قوي 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 ولازم تحطها في دماغك. البولر بيحب الايونيك وبيحب البولر فيدوبوا في بعض. الحب وصلهم ان هم يدوبوا في بعض، فدول بالنسبه لي سوليبل مع بعض. طب هنا بيكرهوا بعض. هل عمرك شفت اتنين بيكرهوا بعض بيدوبوا في دباديب بعض؟ اكيد لا. يبقى ده insoluble.
يبقى دول soluble مع الميه ودول insoluble مع الوتر. حلو. طيب ده وده يقدروا يدوبوا في الميه، دول ما يقدروش يدوبوا في الميه. واي اورجانيك كومباوند هتلاقي فيه اغلب البوند بتاعته كربون مع هيدروجين، يعني نون بولر، يعني بتكره الميه. فهل يدوب في الميه؟ ما يدوبش في الميه. البيور هل يدوب في الميه؟ يعني انا لو جبت لك BR2، ما هو ده بيور، الاثنين نفس الاليمنت، يعني الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بزيرو، يدوب في الميه؟ لا. دول بقى عشان يدوبوا محتاجين ايه؟ حاجات منهم في بعض، يعني في بيور او في نون بولر، في بيور او في نون بولر عشان البرومين ايه؟ يدوب. تمام كده؟ فلو جينا رجعنا تاني بقى اهو بيقول لك السولوبيليتي بتاعتهم، الاورجانيك كومباوند دون ديزولف ان ووتر، ما بيدوبش في الميه. طب ليه يا عم ما بيدوبش في الميه؟ لان الميه انا عارف ان هي بولار سولفنت. حلو. اما ممكن يدوب في الاورجانيك سولفنت. ليه بيدوب في الاورجانيك سولفنت؟ لان الاورجانيك سولفنت ده ممكن يتقال عليه ان هو نون بولر، صح؟ والاورجانيك كومباوند اغلب البوند بتاعته كربون مع هيدروجين. يعني ايه كربون مع هيدروجين؟ يعني اغلب البوند اللي فيه نون بولر. يبقى انا كده ما بصمجتش، انا كده فهمت ليه الميه ما تقدرش تدوب الاورجانيك، عشان هي ما بتحبوش. لان النون بولر والبيور مع بعض عاملين تيم بيحبوا بعض ويدوبوا في بعض. اما البولر والايونيك مع بعض عاملين تيم وبيدوبوا في ايه؟ في بعض. طب الانورجانيك اللي موجوده معظمها ايونيك، صح؟ او معظمها بولر، فده بالنسبه لي بيبقى سهل ان هو يدوب فين؟ في الميه. طب دي اول نقطه. تاني نقطه الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. بص، كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يزيد 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 يبقى البوند اقوى. طب هو مش هنا مين اعلى؟ مش احنا قلنا ان دي تبقى بولر او ايونيك، صح؟ طب لو دي بولر او ايونيك، فدي بالنسبه لي الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتاعها من اول 0.5 وانت طالع 0.5 واطلع بقى براحتك، فالديفرنس بالكبير قوي. اما هنا الانورجانيك كومباوند تقريبا من 0 لغايه 0.4، صح كده؟ طب انا بالنسبه لي ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اعلى فين؟ اعلى في الانورجانيك. يبقى مين اقوى؟ الانورجانيك. يبقى مين صعب تتكسر؟ الانورجانيك. يبقى مين صعب ان يحصل لها ميلتنج او بويلنج؟ مين البوند بتاعتها قويه جدا؟ كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يزيد كل ما البوند تبقى اقوى. طب هنا الديفرنس من 0.5 وانت طالع، وهنا الديفرنس اخره 0.4، يبقى انا بالنسبه لي البوند هنا اقوى. يبقى انت ممكن تكتب هنا ان البوند ايه؟ اقوى. طب طالما البوند اقوى يبقى عندها اعلى ميلتنج واعلى بويلنج بوينت، عايزه حراره عاليه عشان تسيح او عشان تتبخر، وهنا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاعه ايه؟ قليل. طب انفليمابل اللي موجوده دي يعني الاحتراق بتاعه هل بيتحرق ولا لا؟ وانت في سينيور 1 كان بيتقال لك حاجه، واحنا مش هنعتمد على سينيور 1. اي اورجانيك كومباوند تعمل له بيرنينج في وجود الاكسجين يطلع لك كربون دايوكسيد ووتر فيبر. يعني انا بالنسبه لي ادي السي اتش 4 اهو، ده اورجانيك كومباوند، انا عايز اعمل له بيرنينج. خلي بالك ده انت هتاخد البيرنينج بتاع الميثان والايثين والايثاين والاسيتيك اسيد وي 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 وعد كل دول. طب هل انا هحفظ الايكويشن؟ لا، انا خلاص بصمجتها في دماغي فهمتها. اي اورجانيك كومباوند ازود له اكسجين واعمل له بيرنينج يطلع لي حاجتين اساسيين، كربون دايوكسيد ووتر فيبر. خلاص. طب اورجانيك كومباوند اكس ما اعرفش، هو ما قلتلكش اسم، عايز اعمل له بيرنينج عادي، احط له اكسجين يطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر وخلاص خلصنا. اورجانيك كومباوند واي عايز اعمل له بيرنينج، احط له اكسجين يطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر، فده بالنسبه لي بيتحرق عادي، صح؟ ويطلع لك ايه؟ كربون دايوكسيد ووتر فيبر. اما الانورجانيك تقريبا مش كله ينفع ان هو يتحرق، ولو اتحرقوا او لو عرضتهم للنار هو ممكن يطلع جازيز مختلفه، ممكن يطلع لك SO2، ممكن يطلع لك NO2، ممكن يطلع لك اي جازيز من الجازيز دي. اما الاورجانيك فهم ثابتين، كربون دايوكسيد ووتر فيبر، كربون دايوكسيد ووتر فيبر، كربون دايوكسيد ووتر فيبر بس.
اي اورجانيك كومباوند بيتحرق يطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر. الانورجانيك مش كله بيتحرق، تمام، اما الاورجانيك كله ينفع يتحرق. الانورجانيك مش كله بيتحرق، طب ولو اتحرق يطلع اي جاز مختلف، مش شرط الكربون دايوكسيد والووتر فيبر. طب الاودر او الريحه، اي اورجانيك كومباوند ليه ريحه، تمام. هو مش اي، عموما في حاجات ملهاش ريحه، بس معظم الاورجانيك كومباوند بتتميز بريحتها. ده انا بقول لك زمان كانوا بيقسموها على حسب الريحه واللون والكلام ده كله، فمعظم الاورجانيك كومباوند ليها ريحه، اما الانورجانيك فلا. تمام كده، معظم الاورجانيك ليه ريحه. فكر فيها كده، حط في دماغك اي حاجه اورجانيك عندها ريحه، تصدق؟ يعني حط في دماغك الخل عنده ريحه، حط في دماغك البنزين عنده ريحه، حط في دماغك اي جاز تاني عنده ريحه، اي اورجانيك كومباوند تاني عنده ريحه. اما الانورجانيك مش شرط. الانورجانيك ايه؟ مش شرط يبقى عنده ريحه. الانورجانيك مش اي انورجانيك عنده ريحه، واحنا خدنا الكلام ده في شابتر 2. شابتر 2 مش كل جاز او كل ماده معاه كان ليها ريحه. طب ما مثلا الاي جي سي ال ده لو ليه ريحه، ما انا ما كنتش بصيت هو وايت بيرسبتيت ولا ما انا كنت شميت ريحته وعرفته، صح؟ ما كنتش عملت كل اللي انا بعمله ده. فالانورجانيك كومباوند اودرليس ما لهمش ريحه، اما الاورجانيك معظمهم ليهم ايه؟ ريحه. الالكتريكال كوندكتيفيتي، انت بقى هاتها من عندك دي، اطلع فوق. ده بيدوب في الميه؟ لا. يعني ده بيحصل له ايونايزيشن؟ لا. ده بيدوب في الميه؟ بيحصل له ايونايزيشن. شابتر 3، الحاجه اللي تدوب في الميه ويحصل لها ايونايزيشن وتطلع ايون توصل كهرباء، صح؟ طب انا بالنسبه لي هنا بيقول لي ان الانورجانيك معظمهم الكتروليتيك سوليوشن عشان بيحصل لها ايونايزيشن، اما الاورجانيك تقريبا هي نون الكتروليتيك سوليوشن. ليه بقى نون الكتروليتيك سوليوشن؟ عشان هي ما بيحصل لهاش ايونايزيشن. والاكزامبل اللي كان موجود عندك في شابتر 3، الحاجات اللي ما بتطلعش ايون وما بتوصلش كهرباء، كان الستارش والجلوكوز، صح؟ والاتنين دول اورجانيك. فالاورجانيك ما بيوصلش كهرباء، ليه؟ ما بيحصلهوش ايونايزيشن في الميه. ليه؟ لان هو ما بيدوبش في الميه. ليه؟ لان هو ما بيتفككش في الميه. تمام. مستار، هو السكر ما بيدوبش في الميه؟ يا نهار اسود. بقى شوف لك حد بقى كده ايه قول له الكلام ده عشان انا مش هقتنع. بص يا حبيبي، في فرق بين ان بيحصل ايونايزيشن وان الماده بتختفي. ليه؟ لو انا مثلا جبت NaCl، فايه اللي بيحصل؟ Na بيبدا يتفك Na بوزيتيف وCl نيجاتيف. اما الجلوكوز او السكر لما تحط في الميه هو ما بيدوبش. هو انت عندك الميريكلز بتاعت الووتر بالمنظر ده كده، تمام؟ فبيجي الجلوكوز او الماده اللي احنا بنتكلم عليها واللي هي اورجانيك تبدا تدخل في النص بينهم، فتبدا ان هي تختفي. اما هي بتتفك الايون؟ لا، زي ما هي بتبدا تدخل في المساحات اللي بينهم وتبدا ان هي تختفي. طيب كيميكال كومبوزيشن، التركيب الكيميائي، لسه قايلين اورجانيك لازم كربون يا عم، اورجانيك لازم كربون يابا. انورجانيك ممكن يبقى فيه كربون، صح، وممكن لا، ولو في كربون هيبقى معاه اليمنت تانية. اما الراجل ده لازم، ده الاورجانيك كيمستري، صح؟ والاورجانيك كيمستري يعني الكربون كيمستري، يعني لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في كربون. طب نوع البوند، بص يا مستر، انت قلت لي حاجه حلوه، ايه هي؟ الاورجانيك البوند بتاعته نون بولر. طب هي النون بولر دي او البيور نوعهم ايه؟ كوفيلنت، انا لسه شارحها لك من شويه. طب الانورجانيك ممكن يبقى بولر وممكن يبقى ايه كمان؟ وممكن يبقى ايونيك. يعني ممكن يبقى ايونيك وممكن يبقى كوفيلنت، ممكن يبقى كوفيلنت وممكن يبقى ايه؟ ايونيك. ده في المايند ماب اللي انا لسه راسمها لك من دقيقه. طب الريت اوف رياكشن، سرعه الرياكشنات، فاكر في شابتر 3 لما قلت لك ان معظم رياكشنات الاورجانيك بطيئه عشان بتحصل بين الموليكيولز، اما الانورجانيك فتقريبا ايون. فالرياكشنات اللي بتحصل في الايون بتحصل في حتت صغيره، الايون دي اصغر من الموليكيولز، فالرياكشن بيبقى سريع. فالريت اوف رياكشن سلو في الاورجانيك، ليه؟ عشان الرياكشن بيحصل بين الموليكيولز. اما في الانورجانيك فبتبقى سريعه، ليه؟ عشان الرياكشن تقريبا بيحصل بين الايون، وطبعا ايون يعني حتت اصغر اصغر اصغر، فالسيرفيس اريا بتزيد، فالرياكشن يبقى اسرع. طب بوليمرايزيشن، ايه ده بقى؟ دي انت اول مره تسمعها. طب وطالما اول مره اسمعها بالمنطق، بص سيبك انت من الشرح وسيبك من اي حاجه. بوليمرايزيشن، بوليمر، انا اول مره اسمعها،
يبقى الحاجه دي موجوده في الاورجانيك ولا الانورجانيك؟ ما انت طول حياتك بتدرس انورجانيك، هل سمعت عنها؟ لا. هل سمعت على البوليمر؟ لا. ممكن سمعت عنها لو انت بتدرس بيولوجي، صح كده؟ اللي هو حاجات صغيره على بعض على بعض على بعض على بعض على بعض اللي اسمها مونيمر وتكون حاجه كبيره اسمها بوليمر. طب انا دي ما سمعتهاش في الكيمستري، يبقى مش موجوده في الانورجانيك، صح؟ وسمعتها في الباي وفي الحاجات الكيميائيه اللي جوه جسم الانسان، يبقى دي اورجانيك. يبقى البوليمر ما ينفعش يبقى موجود في الانورجانيك، الانورجانيك ما ينفعش اعمل لهم بوليمر، اما في الاورجانيك بيتعمل لهم بوليمر، وهتاخد البوليمر وهتاخد حاجات كتير قوي قوي قوي. طيب الايزوميريزم سمعت عنها قبل كده يا باشا؟ لا مستر ما سمعتش عنها قبل كده، يبقى مش موجوده في الانورجانيك وموجوده في الاورجانيك. يبقى الكلمتين دول اللي انت اول مره تسمع عنهم طبيعي طالما جولك في الاورجانيك يبقى هم مش موجودين في الانورجانيك. ما انا ما سمعتش عنهم في الانورجانيك، انا سمعت عنهم في بدايه الاورجانيك، يعني هم موجودين في ايه؟ في الاورجانيك. ال10 بروبرتيز اللي موجودين معانا دول مهمين جدا ان حضرتك تبقى فاهمهم كويس قوي. يعني انا لازم ابقى فاهم كل واحده من دول عامله ازاي، وكل واحده من دول فيها ايه، والبروبرتيز بتاعتها عباره عن ايه. مهمه جدا 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 ان انت تبقى عارف البروبرتيز بتاعتهم. وانا ما رضيتش ان انا ارخم عليك واقول لك احفظ 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 احفظ، ده بيحصل له كذا، 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 ده بيحصل له كذا. لا، انا فهمتك كل حاجه من دول جايه منين، وليه في الجدول موجوده، وليه بتحصل هنا وما بتحصلش هنا، وليه ما بتحصلش هنا وبتحصل هنا، عشان حضرتك لما تقعد قدام اي سؤال انت فاهم الوضع عامل ازاي وفاهم الفكره عامله ازاي. طب الحاجات زي ما انا وعدتك قلت لك ايه؟ قلت لك الحاجات اللي احنا هنحتاجها من قبل كده هديها لك اهو. الكلام ده من سينيور 2. هل انا ما رضيتش اديها لك، ما رضيتش اشرحها لك، قلت لك انت عارفها اهي موجوده، فهمتك كل ده عامل ازاي عشان خاطر بس افهمك ليه ده بيدوب ولا ما بيدوبش في الميه، ليه ده مثلا بيعمل او بيوصل كهرباء ولا لا. فركز معايا مره واثنين وثلاثه عشان دي الانترودكشن بتاعت الاورجانيك. هتطلع لسه متلخبط او تايه او مش عارف ايه اول الاورجانيك من اخرها، لان انا لسه بديك انترودكشن فبكلمك على حاجات كتير قوي مره واحده. تمام كده؟ بعد كده هنبدا نتكلم عن حاجه نفسر حاجه تريكايه مع بعض، ماشيين واحده واحده مع بعض، فالدنيا هتظبط. بس حاول على قد ما تقدر ان انت طالع لامم الدنيا، لامم كل الكلام اللي انا بقوله ده عامل ازاي. طيب من شويه واحنا بنتكلم انا قلت لك حاجه مهمه قوي. ايه هي يا مستر؟ قلت لك ان تقريبا الاورجانيك كومباوند 10 مليون كومباوند، والانورجانيك كومباوند 500,000. فانت تيجي تقول لي طب بص يا مستر ما تقول لي كده على بلاطه، ايه السبب؟ بص يا حبيبي، بدل ما انا اللي اقول لك على بلاطه ما تفكر انت فيها. دلوقتي ايه اللي بيميز الاورجانيك عن الانورجانيك؟ والله يا مستر مش عارف. بعد كل ده يا نهار اسود عليا ولا سنين سودا. الاورجانيك لازم يكون فيه كربون، صح؟ اساسي 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 يكون فيه كربون. وبسبب وجود الكربون، بسبب المشاكل او بسبب العدد الكبير قوي اللي موجود. طب اشمعنى؟ الكربون تقدر تعمل معايا كام بوند؟ 4. مستر الحقني، عرفت منين ان هي تقدر تعمل 4؟ لويس بتاع سينيور 2. مستر ولا كنت اعرف لويس ولا بتنجانه ولا اي حاجه. بص يا حبيبي، انا كنت بقدر اعرف منين الكومباوند ده بيقدر يعمل كام بوند سريعا. لو انت معاك كربون الاتوميك نمبر بتاعه 6، او معاك نيتروجين الاتوميك نمبر بتاعه 7، او معاك اكسجين الاتوميك نمبر بتاعه 8. تعال نعرف كل واحد من دول بيعمل كام بوند. هبدا اعمل الكترونيك كونفيجريشن في ادي 2 4، وهنا ادي 2 5، وهنا ادي 2 6. طيب بعد ما عملت كده بعمل ايه؟ بص يا حبيبي، حط الكربونايه وحط النيتروجينايه وحط الاكسجينايه، ماشي. الاوتر موست انرجي ليفل هنا فيه 4 وهنا فيه 5 وهنا فيه 6. طب الاربعه اللي موجودين ابدا نقط في 4 اتجاهات. ايه الاربع اتجاهات؟ ادي اكس او اي اليمنت موجود معايا، حضرتك متاح ليك تحط هنا وهنا 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 الكترونات. طب ينفع احط في حته ثانيه؟ لا. يبقى كام اتجاه؟ 4، فوق تحت يمين شمال. بحط الالكترونات ازاي؟ سنجل واجي في وشها السنجل الثانيه. طب مستر انا مختلف عنك، انا هبدا احط الالكترون هنا
براحتك، بس ساعتها الالكترون التاني على طول يتحط في وشه، يعني يتحط هنا. يبقى انت بدأت من فوق بدأت من تحت مش هتفرق، بس الالكترون التاني في وشك. ادي 1 2 3 4. طب بعد كده ببدأ ان انا اعمل ايه؟ بتبدأ تعيد من الاول لو انت معاك الكترونات. يعني انا كده حطيت 4 الكترونات. طب لو اكتر ارجع من الاول، احط 1 واحط التاني واحط التالت واحط الرابع، كده حطيت 8 الكترون، ودي بالنسبه لي كانت الاوكتيت رول بتاعه لويس. طيب نرجع كده. بص بقى، اي حاجه موجوده عند حضرتك بالمنظر اللي انت شايفه، نقطتين جنب بعض، دي حاجه اسمها لون بير. يبقى اي نقطتين جنب بعض حاجه اسمها لون بير، نقطتين جنب بعض حاجه اسمها لون بير. طيب السنجل والسنجل ده يقدر يعمل بوند وده يقدر يعمل بوند. اما بالنسبه للون بين النقطتين اللي جنب بعض ما يقدرش يعمل بوند. طب تعالى، انا معايا كام؟ 4. وزع الاربعه ازاي؟ سنجل 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 سنجل، ماشي. وزع الخمسه سنجل 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 سنجل، كده انا حطيت 4 فاضل لي 1، يبقى هنا في واحده. طب تعالى هنا 6، ادي 1 2 3 4، فاضل لي كام كده ما حطيتهمش؟ 2 5 6. بعد ما عملت كده انا عارف دي لون بير ما تقدرش تعمل بوند، دي لون بير ما تقدرش تعمل بوند، دي لون بير ما تقدرش تعمل بوند. طب كده ده يعمل كام بوند؟ 1 2 3، وده 1 2، وده 1 2 3 4. يبقى الكربون تقدر تعمل كام بوند؟ 4. النيتروجين 2 او النيتروجين 3، الاكسجين 2. يبقى انا من هنا بقدر احدد كل واحده من دول تقدر تعمل معايا ايه؟ كام بوند. نرجع بقى، يبقى الكربون اللي موجود معاك ده يقدر يعمل كام بوند يا عم؟ والله الكربون ده يقدر يعمل 4 بوند. حلو. ال4 بوند دول مختلفين، ممكن يعملهم سنجل مع بعض، ممكن يعمل دبل، ممكن يعمل تريبل. يعني انت ممكن تلاقي كربونايه ماسكه في كربونايه كده سنجل، وممكن تلاقي كربونايه ماسكه في كربونايه دبل، وممكن تلاقي كربونايه ماسكه في كربونايه تريبل. الشكل ده موجود والشكل ده موجود والشكل ده موجود. بس كده؟ قال لك لا، ده انا ممكن اعمل لك كربون مع كربون مع كربون واحط لك واحده برانش، وممكن اخليها ستريت كربون مع كربون مع كربون مع كربون. هنا 4 كربون وهنا 4 كربون نفس العدد، هنا في برانش هنا مفيش برانش، يبقى ده مختلف عن ده. تمام؟ فهو ability of carbon atom to bind to each other in different form maybe chain، خلاص straight chain او branched. بص ده وده مختلفين عن بعض تماما، مختلفين عن بعض ايه؟ تماما. طب ممكن تعمل سايكل، يعني ايه؟ يعني بص انا دلوقتي لو معايا 6 كربون، بص ممكن اعملهم ازاي؟ كربون الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، كربون الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، كربون الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. 6 كربونات 6 كربونات 6 كربونات، كربون الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، 6 كربونات برضو، صح كده؟ طب كده ده بالنسبه لي بيتقال لك عليه ان هو ايه؟ هومو سايكل. يعني ايه هومو؟ متجانس، كل الشرايط الاساسيه فيها كربونات. اما الهيتيرو سايكل بيبقى عامل ازاي؟ ادي كربون الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، وبص جيت في النص عملت ايه؟ زودت او. فانت واخد بالك عدد كربونات واحد عمل لك ايه؟ يا نهار اسود. طب واحده واحده كده مستر، طب انت دلوقتي مثلا امسك 5 كربونات وطلع لي بيهم الاشكال. 5 بس مستر ما تزودش. يا عم عينيا الاثنين. 1 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. واخد بالك؟ 1 2 3 يلا بينا. ده حوار. لا ده مش بس كده، ده انا ممكن كربون الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وفي هنا دبل بوند، وممكن كربون الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وفي هنا تريبل بوند، وليله كبيره قوي. وممكن السايكل 1 2 3 4 5 وفي النص حاجه مختلفه، صح كده؟ وممكن 1 2 3
4 5 ومفيش حاجة مختلفة. 5 كربونات لغاية دلوقتي 1 2 3 4 5 6 7 وأنا ممكن أزود بنفس ال5 كربونات. عشان كده عدد الأورجانيك كومباوند إيه؟ كبير جدا 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 جدا. طب إيه الفرق بقى بين الهوموسايكل والهيتيروسايكل؟ الهوموسايكل بالنسبة لك كل الأطراف بتاعته كربونات. كل الاطراف بتاعته كربونات. اما الهيتيروسايكل بتلاقي اليمنت متداخل في الطرف الاساسي. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي كده شايف ده كده؟ ده كده هوموسايكل صح؟ طب لو جيت من هنا مثلا قلت لك همسكه في ان هوموسايكل برضه تمام؟ اما هنا بقى امتى ده مع ان هنا في نيتروجين وهنا في نيتروجين امتى ده يبقى هيتيرو؟ لو الان دي موجوده في مكان اساسي. لو الان دي موجوده في الهيكل الاساسي. لو الان دي موجوده فين؟ في الهيكل الاساسي جوه السايكل. موجوده في الهيكل الاساسي جوه، يعني الهيكل الاساسي بتاعك هو عامل كده صح؟ هل الان جواه؟ لا. طب تعالى كده الهيكل الاساسي بتاعك عامل كده. هل الان جواه؟ يبقى ده هيتيروسايكل. اما ده بالنسبه لك يبقى ايه؟ هوموسايكل. يبقى هوموسايكل مفيش اليمنت مختلف في الهيكل الاساسي. اما الهيتيروسايكل في اليمنت مختلف فين؟ في الهيكل الاساسي. عشان كده عدد الاورجانيك كومباوند كبير جدا 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 جدا. ليه بقى؟ بيقول لك من الاخر بقى بعد كل اللي احنا قلناه ده due to the ability of carbon atom to bind to each other or to other element بسنجل او دبل او تريبل بوند. وممكن تعمل تشين، ممكن تبقى ستريت، وممكن تبقى برانشد، وممكن تبقى سايكل. وممكن السايكل ده يبقى هوموسايكل ويبقى هيتيروسايكل. عشان كده نفس عدد الكربونات بتعمل لك مركبات كتيره قوي 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 قوي. ودي فكره الايزومر اللي احنا هنتكلم عليها. فعشان كده عدد الاورجانيك كومباوند كبير 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 كبير. ليه؟ يلا بينا بقى. الكربون ممكن تعمل سنجل دبل تريبل، ممكن تعمل تشين والتشين تبقى اوبن تشين ستريت تشين او برانشد تشين. وممكن تعمل لك كلوزد تشين، يعني ممكن تبقى هوموسايكل او هيتيروسايكل. يبقى تاني ليه عدد الاورجانيك كومباوند كتير؟ بسبب الكربون. الكربونيه الواحده بتعمل 4 بوند تمام؟ ممكن تعملها ازاي؟ سنجل دبل تريبل صح؟ سنجل دبل تريبل ماشي. ممكن تبقى ستريت تشين، يعني هي اوبن تشين، ممكن تبقى ستريت وممكن تبقى برانشد. وممكن تعمل لك سايكل. السايكل ممكن يبقى هوموجينيوس وممكن يبقى هيتيروجينيوس. امتى هوموجينيوس؟ متجانس كل الاطراف كربون. هيتيروجينيوس غير متجانس، الاطراف فيها اليمنت مختلف سواء كان نيتروجين اكسجين اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام؟ تمام. خلي بالك ده اللي بيسبب ان عدد الكربونات كتيره جدا 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 جدا. ماشي. ايزوميريزم ديبند اون موليكولار اند ستراكشر فورمولا. هو ده بقى اللي انا بكلمك عليه. ايه الايزوميريزم ده؟ تعالى كده بس واحده واحده. ايه الموليكولار فورمولا اللي موجوده؟ فورمولا which indicates the number and the kind of the atom each element in the compound. طب بص يا مستر، يعني ايه؟ يعني C3H8 ده موليكولار فورمولا. عرفت منين؟ والله يا مستر انا عرفت عشان خاطر حاجه مهمه قوي، ان هنا معايا كربون ومعايا هيدروجين. ومعايا عرفت انا بعرف من هنا الكومباوند متكون من كربون وهيدروجين، وفي 3 كربون وفي 8 هيدروجين. فانا من هنا اقدر اعرف النمبر والكايند بتاع الاتوم. ايه الاتوم وايه عددهم؟ طب بالنسبه للاستراكشر اللي موجوده، لا ده انت بتعرف النمبر والكايند، وهزود كمان حاجه مهمه قوي، الكايند بتاع اللينك بتاعهم او البوند بتاعتهم عامله ازاي. يعني بص، انا من هنا ما اقدرش اعرف هي سنجل ولا دبل ولا تريبل تمام؟ ومن هنا ما اقدرش اعرف هو سايكل ولا مش سايكل. اما هنا سنجل بوند كلهم، تشين مفتوحه، مفيش برانش تمام؟ نفس الفكره لو جيت قلت لك انا معايا C4H10 حلو، وجيت قلت لك 1 2 3 4 H H H H H H. طب مستر معلش سؤال، هو انت وانت شغال ليه عملت كده كل البوندات الكتير اللي حوالين الكربون؟ بص يا حبيبي، كل كربونيه احنا اتفقنا بتعمل كام بوند؟ 4، فلازم يطلع منها 1 2 3 4. طب والتانيه لازم يطلع منها 4، 1 2 3 4. والتالته لازم يطلع منها 4 اهم. وهنا لازم يطلع منها 4 اهم.
وصلت؟ عشان كده انا زودت حوالين كل كربون 4 بوند. وجيت سالتك فين الموليكولار فورمولا؟ هتقول لي هنا. ليه يا عم؟ عرفت منها ايه؟ عرفت منها نوع الاتوم اللي هو كربون وهيدروجين، وعرفت منها عدد الاتوم اللي هو 4 كربون و10 هيدروجين. اما ما عرفتش تايب اوف بوند ولا شكل البوند. اما هنا عرفت عدد الكربون، عرفت عدد الهيدروجين، عرفت شكل البوند سنجل ولا دبل ولا تريبل، عرفت الشكل عموما كجنرال هو ايه؟ اوبن تشين ولا كلوز سايكل، اوبن تشين ولا كلوز سايكل، وفي برانشد ولا ما فيهوش برانشد. عرفت كل ده من هنا. وفي حاجه ثالثه كنت واخدها قبل كده اسمها الامبيريكال فورمولا. طب الامبيريكال فورمولا دي كانت عباره عن ايه؟ ابسط صوره للاليمنت اللي انت شغال عليه. يعني ده ممكن ابسطه، اعمل ديفايدد 2 واعمل ديفايدد 2 فيبقى C2H5. هل ده شكله الحقيقي؟ لا يا عم، ده شكله الحقيقي؟ لا، ما هو شكله الحقيقي كان C4H10. فانا من هنا او في الامبيريكال فورمولا تعرف ايه بقى؟ بص بالترتيب. امبيريكال فورمولا ما بعرفش عدد الاتوم لان ده مش عدد حقيقي، العدد الحقيقي كان اهو. يبقى انا من هنا بعرف نوع الاتوم بس اللي هو كربون وهيدروجين. في الموليكولار فورمولا بعرف النوع والعدد. في الاستراكشر فورمولا بعرف النوع والعدد والشكل. يبقى تاني، امبيريكال فورمولا بعرف النوع بتاع الاتوم بس، ما اقدرش اعرف العدد لان العدد مش صح، العدد جاي بعد عمليه ابروكسيميت او جاي بعد ما بسطتها. ماشي. امبيريكال فورمولا بعرف النوع بس، موليكولار فورمولا النوع والعدد، استراكشر فورمولا النوع والعدد والبوند. ماشي. يبقى انا كده فهمت الفرق بينهم هما الاثنين. طب نمبر وذا كوفالنت بوند سراوندينج اتش اليمنت اتوم اتس فالنس. الكربون تترا، اكسجين داي فالنت، الاتش مونوفالنت، والنيتروجين تراي فالنت، والهالوجين كلها مونوفالنت. طب انا فهمتك بتيجي منين؟ تعرف تقول لي الهالوجين؟ بص يا مستر، اديني اتوميك نمبر وانا هجيبها لك. يا عم اهو السي ال 17. ماشي، يلا بينا نوزع اهو 2 8 7. يبقى انا معايا السي ال في النص اهي، الاوتر موست 7. وزعهم يلا في الاربع اتجاهات. 1 2 3 4 5 6 7. لومبير ما بتعملش ما بتعملش ما بتعملش، دي بس اللي تقدر تعمل. يبقى سنجل بوند، يبقى مونو فالنت. طب ممكن اجيبها بطريقه ثانيه؟ مش ده جروب 7 ايه؟ يبقى بتحط 7 نقط. طب وجروب 6 ايه؟ بحط 6 نقط. طب وجروب 1 ايه؟ بحط نقطة واحدة. طب جروب 4 ايه؟ بحط 4 نقط. طب جروب 5 ايه؟ بحط 5 نقط. طب جروب 3 ايه؟ بحط 3 نقط. يبقى انت يا اما من الالكترونيك كونفيجريشن يا اما من اسم الجروب. الجروب لو 5 يبقى فيه 5 نقط. يعني ايه الجروب 5؟ يعني اكس اهو موجود في جروب 5، ادي 1 2 3 4 5، يبقى بيعمل 3 بوند. طب جروب 6 ايه؟ ادي اكس اهو بس في جروب 6 المرة دي، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى ده بيعمل 2 بوند. مين في جروب 6 ايه؟ الاكسجين. مين في جروب 5 ايه؟ النيتروجين. عشان كده النيتروجين زي ما اتفقنا بيعمل كام بوند؟ 3. الاكسجين بيعمل كام؟ 2. ومن هنا يبقى انت فهمت كل اليمنت بيعمل كام بوند، لازم تديله حقه. ما ينفعش ارسم كربونايه ب2 بوند، انا كده غلط باظت خلاص. ما ينفعش ارسم نيتروجينيه ببوند واحده، برضو باظت. لازم كل بوند عندك، كل اتوم تاخد عدد البوند بتوعها. ما تخليش حد عايز منك حاجه وانت بترسم الاورجانيك كومباوند. يعني ايه يا مستر؟ يعني النيتروجين بتعمل 3 بوند صح؟ لو طلعت من الكومباوند النيتروجين مش عامله 3 يبقى انت غلط. طب الاكسجين بتعمل كام بوند؟ 2. لو رسمت الكومباوند والاكسجين مش عامله 2 يبقى انت غلط. طب الكربون بتعمل كام؟ 4. لو رسمت الكومباوند والكربون مش عامله 4 بوند يبقى انت غلط. لازم تتاكد ان كل اليمنت عندك عمل كام بوند بالظبط. ودول اهم اليمنت بتتكرر. تاني، دول اهم اليمنت معايا يقدروا ان هم يتكرروا. الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والهالوجين، دول اهم اليمنت هتلاقيهم معاك في كل الاورجانيك واحنا شغالين. فلازم تبقى عارف كل واحده من دول بتعمل كام بوند. يبقى الكربون بيعمل 4، الاكسجين بيعمل 2، الهالوجين بيعمل 1، النيتروجين بيعمل 3، الهيدروجين بيعمل كام؟ 1. يعني الهيدروجين والهالوجين زي بعض، اتش هيدروجين هالوجين زي بعض، هيدروجين هالوجين زي بعض، بيعملوا ايه؟ بوند واحده. ما ينفعش ارسم لك كومباوند كربون 1 2 3 واقول لك انا كده خلصت. لا يا باشا، كده 0.
ما ينفعش ارسم لك نيتروجين ادي ان اهي 1 2 واقول لك انا كده خلصت. لا يا باشا، صفر. النيتروجين بيعمل كام بوند؟ 3، يبقى يعمل لي الثلاثه. الكربون بيعمل كام بوند؟ 4، يبقى يعمل لي الاربعه. الهيدروجين بيعمل كام بوند؟ 1، يبقى لازم واحده. لو انت جيت لي بالهيدروجين كده ورحت عامل لي بوندين منه برضو غلط. هو بيعمل كام؟ 3. انت بص اتعامل مع الاليمنت اللي انت هتقابله، ولا هتبقى عايز مني حاجه ولا هبقى عايز منك حاجه. ده اللي يخليني احل صح. ازاي؟ انت بتعمل كام بوند يا عم؟ 3، يبقى انت اخرك معايا 3 بوند، ولا ينفع اقل ولا ينفع اكتر. تروح على الكربون بتعملي كام بوند يا خالتي؟ 4، يبقى انت هتعملي 4 بوند. مش هخليكي تعملي 3، مش هاجي عليكي ولا هديكي واحده زياده، يبقى اخرك كام؟ الاربعه. لازم تطلع من الكومباوند متاكد ان انت عندك نفس العدد بتاع البوند اللي انت حافظه من هنا. طب مستر الراجل في السؤال هيجي يقول لي دي بتعمل كام بوند؟ لا، لازم انا ابقى حافظها. لازم تحفظ دول، مهم قوي ان انت تبقى عارف كل واحده من دول بتعمل كام بوند مع حضرتك. طب تعالى بص كده واحده واحده. هنا انا معايا موليكولار فورمولا، يعني اعرف ايه؟ اعرف نوع الاليمنت اللي موجوده او الاتوم، كربون هيدروجين اكسجين، واعرف عددهم، واحده كربون 4 هيدروجين 1 اكسجين. فدي طلعت لي الشكل ده اهو، طلعت لي الشكل ده. طيب دي الاستراكشر فورمولا، عرفت نوع الاليمنت او نوع الاتوم، وعرفت عددهم، وعرفت نوع البوند كمان. طب تعالى هنا، الراجل اللي موجود معايا ده دي موليكولار فورمولا بالنسبه لي، صح كده؟ انا عارف من هنا ايه؟ نوع الاتوم وعددهم، ومن هنا عارف ايه؟ نوع العدد او نوع الاتوم وعددهم، وعارف نوع البوند او التايب اوف بوند او شكل البوند. طب هنا برضو موليكولار فورمولا، نوع الاتوم وعددهم، وهنا نوع الاتوم وعددهم وشكل البوند اللي موجوده. يبقى ده الفرق بين الموليكولار فورمولا والاستراكشر فورمولا. طيب ازاي بقى ببدا ان انا ارسم الاستراكشر فورمولا من الموليكولار فورمولا؟ قال لك بص، عندك كيكول ستراكشر وعندك الكوندنسد. كوندنسد ده بيبقى مكثف. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو جيت بصيت انا معايا C4H10 وهنا معايا برضو C4H10. كيكول اللي احنا هنتكلم عليها دي برضو 4 كربون. بص بقى انا هرسمها ازاي. ادي 1 2 3 4. يبقى وانت بترسم اي كومباوند بتبدا باللي بيعمل بوند اكتر، بتبدا باللي بيعمل بوند اكتر. اصلا انا ليه ما بداتش بالهيدروجين؟ عشان الهيدروجين بيعمل بوند واحده. ليه بدات بالكربون؟ عشان الكربون بتعمل 4 بوند، فببدا باللي بيعمل بوند اكتر. ماشي، اديني رسمتهم اهو، حلو يا عم. ثم ماذا؟ انت معاك 4 هيدروجين. طب ما انا قلت لك على حاجه، لازم تتاكد ان كل كربونيه عامله 4 بوند. دي كده عامله 1 فاضل لها 3، دي عامله 2 فاضل لها 2، دي عامله 2 فاضل لها 2، دي عامله 1 فاضل لها 3. بص، اتش الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه التاسعه العاشره. دي كده كل حاجه باينه بالبوند بكل حاجه، فدي كيكول ستراكشر فورمولا. اما الكوندنسد اللي موجود هو مش ده على بعض CH2 وده على بعض CH2. طب ما انا ممكن اريح دماغي اكتبها لك ايه؟ CH3 CH2 معاك كام واحده منها جنب بعض؟ 2. بعد كده CH3. هنا يعتبر ان انا فهمتك ان الكربون عامله 3 بوند مع الهيدروجين، والكربون دي عامله 2 بوند مع الهيدروجين، والكربون دي عامله 3 بوند مع الهيدروجين، ودي معايا منها 2. فدي ستراكشر فورمولا بس مش بالشكل اللي يوضح لك كل حاجه تماما زي الكيكول ستراكشر فورمولا. يبقى دي ستراكشر ودي ستراكشر. لقيت شكل زي ده هو ستراكشر، لقيت شكل زي ده هو ستراكشر. اما ده اللي يتقال عليه موليكولار فورمولا. طول ما انت لقيت الكربونات متفنطه يبقى ده ستراكشر فورمولا. لقيت الكربونات متقفله 4 و4 يبقى ده موليكولار فورمولا. لقيتهم متفنطين بالمنظر ده برضو ستراكشر، حتى لو انت مش مرسوم لك البوند دي برضو ايه؟ ستراكشر. طيب تعالى بيقول لي C2H5Cl. بص بقى تعالى نرسم الكومباوند ده C2H5Cl اهو، C2H5Cl. لو انا حبيت ارسم دلوقتي قلت لك بتعمل ايه؟ بتبدا ترسم اللي بيعمل اكبر عدد من البوند. طب الكربون بيعمل 4، الهيدروجين 1، الCl كام؟ 1 لان ده هالوجين. يبقى هبدا بالكربون، ادي كربونايه وادي الثانيه. بعد كده حضرتك تتاكد لي ان كل كربونايه عامله ال4 بوند بتوعها. دي عامله 1 فاضل لها 3، دي عامله 1 فاضل لها 3. طب يلا وزع، ادي اتش الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وواحده CL.
طب ما الاتش بتعمل سنجل عامله السنجل، السي ال بتعمل سنجل عامله السنجل، الكربون بتعمل كام؟ 4 عامله الاربعه. امان. نرجع تاني. طب تعالى هنا C3H6. تعالى انا دلوقتي عايز ارسم C3H6 وبعد شويه الموضوع ده هيوضح معاك اكتر، بس ركز معايا في دي. هبدا بمين؟ الكربونات بتعمل اكتر، ادي 1 2 3 وفاضل لها 2 بوند، فاضل لها 3، فاضل لها 3. وزع اتشاتك، ادي 1 2 3 4 5 6. مستار في 2 بوند ظاهرين ان هم عريانين معهمش حاجه. فساعتها دي ودي يتحولوا كده يمسكوا في بعض فيعملوا لك دبل بوند. يعملوا لك ايه؟ دبل بوند. يبقى انت لو لقيت عدد الاتشات ما كفاش كل السنجل بوند اللي موجوده تتاكد ان انت عندك دبل بوند موجود. هعرفها اكتر قدام في الحصه بتاعت النهارده هتعرفها اكتر عادي جدا، بس انت ركز في دي بس كده واحده واحده. طب C3H4 نفس الفكره اهو، C3H4 هبدا بمين؟ هبدا بالكربون. ادي 1 2 3، دي فاضل لها 3 بوند، دي فاضل لها 2، دي فاضل لها 3. طب انت دلوقتي معاك 1 2 3 4 5 6 7 8 ومعاك 4 هيدروجين بس. تعالى على الطرف اخلص منهم كده 3، كده فاضل لك كام واحده؟ واحده هحطها هنا. طب انا ليه اخترت احطها هنا؟ عشان دي ودي يعملوا بوند ودي ودي يعملوا بوند، كده بقى في تريبل بوند موجود معاك. مع الوقت ايدك هتمشي في الموضوع ده. فالمهم دي الاشكال اللي موجوده معايا بالمنظر اللي انت شايفه. طب تعالى هنا دي كده كوندنسد، يعني دي ستراكشر باينه قوي. السي ماسكه في 3 اتش، ادي السي ماسكه في 3 اتش. بعد كده السي ماسكه في سي اهو، بعد كده ماسكه في 2 سي ال، ادي السي ماسكه في 2 سي ال. بعد كده سي ماسكه في 3 اتش، ادي السي ماسكه في ايه؟ في 3 اتش. فانت بالنسبه لك خلاص الموضوع بقى سهل. تمام. طب تعالى هنا CH3 حلو ماسكه في سي. تمام. والسي دي ماسكه في الاثنين براكت دول. ايه ده بقى؟ مش فاهم. بص يا حبيبي، طول ما انت عندك براكت بالمنظر ده يبقى ده ماسك في الاساسي، يبقى دي الاساسيه اهي ماسكه في 2 CH3، ادي واحده CH3 وادي واحده CH3، وماسكه في 2 CH2 ادي CH2 وادي CH3، والناحيه الثانيه ادي CH2 وادي CHA3. تمام. يبقى انا بالنسبه لي وانا شغال عليها انا برسمها واحده واحده كده، ما تكعبلش نفسك. طب تعالى structure formula of the following compound. ماشي، نفس الفكره بتاعتها ومحلوله عشان لو حضرتك عايز تجرب. ايزوميريزم بقى. بص الايزوميريزم ده كومباوند او كومباوندات عندها نفس الموليكولار فورمولا بس مختلفه في الترتيب، مختلفه في الاستراكشر فورمولا. طب تعالى بص كده. Phenomena that many organic compounds are different in physical and chemical properties also in structure formula. مختلفين في الاستراكشر فورمولا وبناء عليه مختلفين في الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز بس عندهم نفس الموليكولار فورمولا. يبقى تاني الايزومر مختلف في كل حاجه ما عدا واحده بس، موليكولار فورمولا. ايزومر مختلف في كل حاجه ما عدا واحده بس، موليكولار فورمولا. يعني مختلف في الفيزيكال بروبرتيز، مختلف في الكيميكال بروبرتيز، مختلف في الاستراكشر فورمولا، متشابه في الموليكولار فورمولا. متشابه في ايه؟ في الموليكولار فورمولا. تاني متشابه في الموليكولار فورمولا، متشابه في الموليكولار فورمولا، متشابه في الموليكولار فورمولا، مختلف كيميكال فيزيكال استراكشر. وممكن اقول لك كمان ان هو متشابه في الامبيريكال لان الامبيريكال بيبقى ملخص الموليكولار، فالاثنين زي بعض. اما مختلف في 3 حاجات: كيميكال بروبرتيز، فيزيكال بروبرتيز، استراكشر فورمولا. The molecular formula doesn't represent the actual shape. الموليكولار فورمولا ما تقدرش تعرفني الاكتشوال شيب. ليه؟ لان انا ممكن شكل واحد موليكولار فورمولا يطلع لك كذا شكل من الاستراكشر، وبناء على كل شكل استراكشر فده عنده كيميكال معينه وفيزيكال معينه، وده عنده كيميكال معينه وفيزيكال معينه، وده عنده كيميكال معينه وفيزيكال معينه. طيب while it has 3 dimension، طبعا احنا اتفقنا الموليكولار فورمولا هي بتديك ايه؟ شكل البلانر. وطبعا من سينيور 2 كان بيقول لك ان البلانر دي اترمت في الزباله، كان كلام بور واترمى في الزباله وشرودنجر جه عدل عليه والكلام ده كله. لازم نستخدم الاستراكشر فورمولا في الكيمستري او في الاورجانيك كيمستري. يبقى انا في الاورجانيك كيمستري طول ما انا شغال معاك هتلاقيني برسم لك استراكشر فورمولا عشان تفهم الفكره عامله ازاي. ماشي. بيقول لك هي عامله زي البلاستيك بول يوزد ان ذا اتوم اوف ايتش اليمنت ار. تعالى كده
شايف الشكل ده C2H6O عنده نفس المولكيولار فورمولا. طب تعالى 2 كربون 1 2 3 4 5 6 هيدروجين واحده O تمام. تعالى الناحيه الثانيه 2 كربون 6 هيدروجين واحده اكسجين، يعني الاثنين دول عندهم نفس المولكيولار فورمولا بس مختلفين في الاستراكشر، بناء عليه مختلفين في الفيزيكال، بناء عليه مختلفين في الكيميكال بروبرتيز. طيب انا عايز اقول لك حاجه خليها في دماغك لقدام وهتفيدنا. الهيدروجين لو ماسكه في اكسجين على الطرف تتفاعل مع الميتال، الهيدروجين لو ماسكه في اكسجين على الطرف تتفاعل مع الميتال، الهيدروجين لو ماسكه في اكسجين على الطرف تتفاعل مع الميتال. اهو الهيدروجين لو ماسكه في اكسجين على طرف من اي اطراف، حلو كده، تتفاعل مع ميتال او تتفاعل مع الاكتيف ميتال زي بوتاسيوم، صوديوم، ليثيوم، رابيديوم، الحاجات دي كلها. ماشي، هنا ده اسمه ايثر وده اسمه الكحول. طب مستر هو انا هعرف الايثر والالكحول منين؟ ده في الهيدروكربون ديريفاتيف، ده النص الثاني. عشان كده انا بقول لك كل الحصه النهارده عباره عن انترودكشن، تاخد فكره وبعد كده كل حاجه هتاخدها بالتفصيل. يعني انت هتاخد الايثر بالتفصيل وهتاخد الالكحول بالتفصيل وهتاخد كل حاجه. طب انا ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ بص، الايثر بيبقى فيه او في النص كده منفرده مع نفسها زي دي، اما الالكحول فلازم تلاقي او اتش على الطرف، لازم تلاقي او اتش على الطرف. طب انا كده عرفت معلومه هتفيدني في الهيدروكربون ديريفاتيف بعد حبه حلوين من الحصص. ايه هي؟ ان الالكحول طالما فيه او اتش على الطرف، وانت مستر قايل لي لو الاتش ماسكه في او على طرف تتفاعل مع الاكتيف ميتال، يبقى الالكحول هيقدر يتفاعل مع الاكتيف ميتال. ده وانت مغمض، ها، ده وانت مغمض، خلاص انا عرفت المعلومه دي. اما الايثر لا، ليه؟ لان الاو في النص والاتش ماسكه في كربون، اتش ماسكه في كربون ما تتفاعلش، اما الاتش لو ماسكه في اكسجين على الطرف تتفاعل. تعالى بقى بص كده، ده جاز وده ليكويد، ده البويلنج بوينت بتاعته نيجاتيف 29.5 وده 78.5، ده الميلتنج بوينت بتاعته نيجاتيف 138 وده نيجاتيف 117.3. طب مستر هم اختلفوا زي ما انت قلت. طب انت عندك ملحوظه؟ عندي ملحوظه. الحاجه الجاز هتلاقي البويلنج بوينت بتاعها دايما نيجاتيف، اما الحاجه الليكويد هتلاقي البويلنج بوينت بتاعها دايما بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك CH4 ده جاز، تعرف تقول لي البويلنج بوينت بتاعته؟ اروح جايب لك في التشويسز 100 200 10 ونيجاتيف 5. تختار مين؟ اختار نيجاتيف 5. ليه؟ لان هو اصله جاز. طالما الحاجه جاز يبقى البويلنج بوينت بتاعتها بايه؟ بالنيجاتيف. يعني الاكسجين البويلنج بوينت بتاعته بالنيجاتيف، النيتروجين طالما هو جاز يبقى البويلنج بوينت بتاعته ايه؟ بالنيجاتيف. طب تعالى واحده ثانيه نفس الكلام، ادي ده كومباوند وادي ده كومباوند، ده ليه فكره وده ليه فكره، تمام كده؟ ده ليه فكره وده ايه؟ ليه فكره ثانيه خالص. يبقى انا بالنسبه لي دول ليهم افكار مختلفه، يبقى ده وده، بس دي بص خليها بروبانال بدل بروبانول، خليها بروبانال، تمام؟ ده الاسم الصح. هتعرف كل ده اصلا قدام، ما تشغلش بالك. انا اللي يهمني دلوقتي يعني ايه ايزومر؟ حاجه او كومباوندات كتير عندها نفس المولكيولار فورمولا، مختلفه في الاستراكشر فورمولا، مختلفه في الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، يعني مختلفه في الفيزيكال بروبرتيز ومختلفه كمان في الكيميكال بروبرتيز. ليه مختلفه في الكيميكال بروبرتيز؟ ما الراجل ده يقدر يتفاعل مع الاكتيف ميتال، الراجل ده لا. طب ما دي كيميكال بروبرتيز، يقدر يتفاعل مع مين وما يقدرش يتفاعل مع مين. يبقى يعني ايه ايزومر؟ متشابهه في المولكيولار فورمولا او امبيريكال فورمولا، مختلفه في استراكشر، في كيميكال بروبرتيز، في فيزيكال بروبرتيز، في اي حاجه من الحاجات دي كلها. طيب ازاي اقدر ارسم الايزومر؟ بص، فكره الايزومر كده كده انت هتاخد ايزومر كل عيله هنتكلم عليها، احنا هنتكلم على العيلات دي كلها وهتاخد كل ايزومر كل عيله، بس ركز معايا كده واحده واحده. انا معايا دلوقتي C5H12 صح؟ هو ده الكومباوند اللي معانا؟ تعالى بقى نرسم الايزومر بتاعته. انا بعمل ايه؟ اكتبها عندك كده بالعربي ورايا. واحد، افرد كل الكربونات. معاك كام كربونه؟ 5. 1 2 3 4 5. 2، خلي كل كربونايه عامله عدد البوند بتاعها، يعني دي فاضل لها 3 عشان تبقى 4، دي فاضل لها 2، دي فاضل لها 2، دي فاضل لها 2، دي فاضل لها 3. 3 حط اتشاتك اهو. طبعا انت لما تكبر ان شاء الله معايا قدام هتلاقينا اصلا شغالين من غير الاتشات، لان كده كده الاتشات معروفه، بس خلينا كده واحده واحده. حلو. 4، امسك كربونايه من على الطرف
حلو. طب مستر بعد ما مسكت الكربونايه من على الطرف هتبدا تنقلها، بس خلي بالك اوعى كربونايه تحطها على الطرف تاني، طول ما هي على الطرف ما تتحطش على الطرف تاني. يعني ايه؟ لو انا جبتها هنا ينفع، ادي بص 1 2 3 4 وهنا الكربونايه كده بقت على الطرف يبقى ما ينفعش. طب ينفع احطها هنا؟ تعال 1 2 3 4 وهنا كربونايه كده بقت على الطرف، برضو ما ينفعش. يبقى الاحتمالين دول مرفوضين. يبقى انت بتمسك كربونايه من على الطرف، ما ينفعش تيجي على الطرف مره تانية. ليه؟ بتتفرد. يعني دي كده تتفرد عادي جدا، تنزل تبقى شبه دي بالظبط، دي تنزل تبقى شبه دي بالظبط، فما ينفعش امسك كربونايه من على الطرف احطها على الطرف. يبقى الاحتمال ده مرفوض والاحتمال ده مرفوض، بس ممكن اجيبها هنا، فيبقى 1 2 3 4 وهنا كربونايه. حلو. تعالى ينفع اجيبها هنا؟ تعالى نجرب. ادي 1 2 3 4 وهنا كربونايه. بص هو الشكل ده هو الشكل ده اصلا. انت قدام لما تاخد التسميه هقول لك تجيبها بالتسميه، بس بص كده الشكل ده لو انت قلبت ده كده هو ده، ولو انت قلبت ده كده هو ده، صح؟ فالاتنين نفس الشكل، فده ما ينفعش. خلصنا. طول ما حضرتك عامل برانش بالمنظر ده، لو انت خدت دي نقلتها، مش انا لسه قايل لك الحاجه اللي على الطرف هتتفرد؟ فدي كده هتبقى على الطرف، فهترجع تتفرد مره ثانيه. فدي اللي مأمنه الكربونايه دي ان هي ما تتفردش، دي اللي مأمنه الكربونايه دي ان هي ايه؟ ما تتفردش، فما ينفعش احركها. ماشي. واللي شايله برانش اوعى تحركها، واللي شايله برانش كل النوت دي بتتكتب ورايا في النوت اللي معاك، واللي شايله برانش اوعى تحركها. ماشي. طب دي ممكن احركها؟ ممكن تجيبها هنا، فيبقى 1 2 3 وادي كربونايه وادي الثانيه. كده انت طلعت الايزومرات بتاعتك، ادي 1 ادي 2 ادي 3، صح؟ بص كده بقى 1 2 3، يبقى انا برسم الكربونات وبشتغل عليها عادي. قدام هقول لك ترقم وتشتغل والدنيا هتبقى زي الفل. ماشي. طبعا احنا لسه ما خدناش الاسم عشان نشتغل عليه واحده واحده كده وتاخد الاسم. طب ازاي قدرت احدد ان الاورجانيك كومباوند اللي معايا فيه هيدروجين وفيه كربون؟ قال لك عن طريق اكسبيرمنت بسيطه ولذيذه ما فيهاش اي مشكله. واحده واحده. هجيب هنا اي اورجانيك كومباوند وهضيف معاه كبر دايوكسيد، وهضيف معاه ايه؟ كبر داي اوكسيد. طيب وبعد كده تبدا تسخنه، لان انا عارف ان انا لما بسخن بيبدا يطلع معايا كربون دايوكسيد ووتر فيبر بالنسبه للاورجانيك، فلو طلع معايا كربون دايوكسيد ووتر فيبر يبقى ده اورجانيك كومباوند. طب هتاكد. اول حاجه هيت سمول اماونت اوف ان اورجانيك ماتيريال ليزر بلاستيك، اي ماده اورجانيك في وجود الكبر دايوكسيد عشان يشتغل كاوكسيدايزنج ايجنت، عشان يشتغل كايه؟ كاوكسيدايزنج ايجنت. اشمعنى؟ لان الكبر دايوكسيد اللي موجود اهو CuO ده هيحصل له ريدكشن، لان الكبر انا عارف الريدكشن بوتنشال من شابتر 4 عاليه قوي، ده تحت قوي، فده هيحصل له ريدكشن، فده اوكسيدايزنج ايجنت فيأكسد الراجل ده. فالراجل ده فيه سي واتش، فالسي تتأكسد تتحول ل CO2 والاتش تتأكسد تتحول ل H2O. طب الراجل ممكن يلعبك يقول لك انا هضيف سيلفر اوكسايد، ينفع؟ ليه؟ ما برضه طالما الماده عندك ريدكشن عالي تحت قوي ينفع، طالما الماده عندك تحت الهيدروجين في شابتر 4 تنفع. عشان كده انا ما دخلتش في الاورجانيك غير لما خلصت الاربعه شابتر، عشان زي ما انت شايف احتاجنا 3 واحتاجنا 4 وهنحتاج 1 وهنحتاج 2. طب ليه بقى وجع القلب اقول لك لا معلش دي هفهمها لك في شابتر 4؟ طب وعلى ايه؟ طب ما احنا هنا اهو واحنا واخدين شابتر 4 فنفهمها دلوقتي. ده من الاخر الاوكسيدايزنج ايجنت مش لازم كبر اوكسايد او سيلفر اوكسايد، السيلفر اوكسايد ده مش موجود عندك في المنهج اصلا، ده انا مزوده من عندي. حلو. انت المهم ان انت تبقى عارف معلومه صغيره، الحاجه مع الاكسجين تبقى تحت الهيدروجين، لازم يبقى تحت الهيدروجين في الالكتروموتيف سيريز. ماشي. بس ذا بروديوسد جاز اند فيبر اوفر، هعدي الجاز والفيبر الكربون دايوكسيد والميه اللي طالعين على كبر داي سلفيت باودر وعلى كلير لايم ووتر. طب انا استفدت ايه؟ تعالى بص كده، ما هو لو انا فعلا طلع معايا كربون دايوكسيد وميه فده انهيدرس، صح؟ كبر داي سلفيت انهيدرس. لما يعدي عليه ميه هيبقى هيدريتد
كبر داي سلفيت مبلول. وطبعا انت عارف ان السوليوشن بتاع الكبر من شابتر 2 لونه بلو. فلو ده كان باودر عادي جدا كلرليس او لون ابيض مفيش اي حاجه، مجرد ما هتعدي عليه الووتر فيبر اللي موجوده تعدي على الراجل ده تحوله لهيدريتد فيبقى لونه ازرق. كده انا اتاكدت ان في ميه طالعه من الايكويشن. طب وايه لازمه الكلير لايم ووتر؟ ما دي لما يعدي عليها كربون دايوكسيد يحصل لها تربيليتي في الشورت تايم. فالراجل ممكن يلعبك يقول لك هو انا لو عديت الكربون دايوكسيد للونج تايم وانا بعمل الاكسبيرمنت بتاعت الديتكشن للكربون والهيدروجين ده ينفع؟ هتقول لي لا. ليه؟ لان التربيليتي هتروح، ولو التربيليتي راحت انا مش هعرف هو في كربون دايوكسيد ولا لا. فالاكسبيرمنت اللي بعمل بيها ديتكشن لاي اورجانيك كومباوند هو في كربون وهيدروجين ولا لا، بجيب ماده الاورجانيك اللي معايا واضيف عليها اي حاجه هتشتغل كاوكسيدايزنج. وزي ما اتفقنا اي حاجة تحت الهيدروجين افعلها مع اكسجين، سيلفر، جولد، كبر، الحاجات دي كلها ماشي. اسخن هيطلع معايا طالما في كربون وهيدروجين ده يحصل له اوكسيديشن، ده يحصل له اوكسيديشن لان ده اوكسيدايزنج ايجنت يتحول لكربون دايوكسيد ووتر فيبر. الميه تعديها على انهيدرس كبر سلفيت يتحول لهيدريتد كبر سلفيت فيتحول لسوليوشن. فلون الكبر سلفيت من شابتر 2 احنا عارفين ان هو في فيهلين كان لونه بلو. كربون دايوكسيد اعديها على لايم ووتر يحصل لها ايه؟ يحصل لها تربيليتي. لما يحصل تربيليتي واللون يبقى ازرق انا كده اتاكدت تماما الكومباوند بتاعي ده فيه كربون وايه؟ وهيدروجين ماشي. وايت كلر اوف انهيدروس كبر داي سلفيت باودر هيتحول لبلو، والكلير لايم ووتر هيحصل لها ايه؟ هتتحول للميلكي يعني هيحصل لها تربيليتي. The color of copper sulfate turned blue indicating the existence of water vapor. في ميه عدت فحولته لسوليوشن. طب وهو اصلا جاب الاكسجين منين؟ ما هو جاب الاكسجين من الكبر اوكسيد، والهيدروجين اورجانيك كومباوند اهو هيدروجين اتاكسدت في وجود الكبر اوكسيد واتحولت لايه؟ لووتر فيبر. تمام. ايه ده 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 ايه ده؟ يعني معنى كده ان انا هنا ممكن الاقي الكبر بدا يحصل له برسبتيت. ودي تريكايه مهمه قوي، ان لو قال لك في وجود الاكسبيرمنت هو انا بلاقي كبر سوليد في الاخر، ايوه لان الكبر زي ما انت شايف بص خسر الاكسجين بتاعته وتحول لكبر سوليد، فالكلام ده منطقي وصح وينفع. طب تاني حاجه اللايم ووتر هيتحول لايه؟ تربيليتي او هتحصل لها تربيليتي بسبب ان في كربون دايوكسيد طلع اهو، كربون دايوكسيد طلع عمل تربيليتي لايه؟ لللايم ووتر. فانا بالنسبه لي الاورجانيك كومباوند كونزيست اوف كربون اند هيدروجين والكبر لونه ريد. يعني انا ممكن اجي اقول لك ان بعد شويه لما اسخن واشتغل هلاقي ان في لون ريد اترسب هنا. مين اللون الريد ده؟ الكبر. دي الاكسبيرمنت اللي كشفت لك سهله ما فيهاش اي مشكله، بسيطه وممكن يجي عليها اسئله تلففك حوالين نفسك، بس انت خلاص فهمت التركيه بتاعتها. تعال ازاي افرق بين الاورجانيك والان اورجانيك كومباوند؟ طبعا احنا اتفقنا اورجانيك ما بيوصلش كهرباء فاللمبه مش هتنور، ان اورجانيك بيوصل كهرباء فاللمبه هتنور عادي جدا زي شابتر كام؟ 3 ماشي. لو ضفت ميه الاورجانيك ما بيدوبش في الميه بس الان اورجانيك بيدوب في الميه، احنا شرحنا الكلام ده كله بالتفصيل. لو انا حرقتهم او عملت لهم بيرنينج في الاتموسفيريك اير ده بيطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر، وده اصلا مش هيتحرق، ولو اتحرق مش هيطلع كربون دايوكسيد وايه؟ ووتر فيبر. تمام. بدأنا بقى كده في اللعب اللي بجد، اللي فات كله ده تمام زي الفل. بدأنا في اللعب اللي يتقال لك عليه ان هو بجد ومنطقي والدنيا زي الفل، امان وتمام والدنيا جميله قوي معايا. صلي على النبي كده. ممكن توقف الفيديو عادي جدا وبعد كده تبدا ان انت تخش معايا في الحاجات دي، تقفل اللي فات واحده واحده وتبدا معايا في دول.